الأخ صالح، يا أنتم أمنيتكم أنه الجيش الجزائري يسقط. الله أكبر. شكرا لك، والله لست مستعد حتى لسماع بقية المداخلة. البعض يا رجل لا يقبل الانتقاد، فقط أنك تشير إلى الرئيس تبون فقط كان في روسيا، أنت وصلت إلى الخط الأحمر فينقلب 360 درجة. عالجي نفسك مع التقدير والاحترام طبعا، عالجي طريقتك في فهم ما نقدم. أخ صالح صدقني أنا جيران، لكن والله يا الأخ صالح يا أنتم أمنيتكم وخاصة الإسلاميين أنه الجيش الجزائري يسقط. يعني رئيس الجزائر راح لروسيا، روسيا بكري عندها علاقات مع إسرائيل، ليش روسيا؟ روسيا ما عندها حتى لون الأخ صالح، لكن أنا اللي فهمت من قصدك هو الكلام كله على الجزائر. يعني رئيس الجزائر كان في روسيا، روسيا فتحت سفارة في إسرائيل. ما عنده حتى معنى صراحة، مش عارفة انتم أعداء الجزائر وأعداء هذا خاصة الجيش الجزائري. مش عارفة من خلال حلقاتكم هذا هو كلامكم. طيب إذا كان هذه الخلاصة التي يعني خرجت بها حضرتك، هذا يعود لك. شكرا لك فاطمة عزيزتي، شكرا لك. أنتم الإسلاميين تريدون سقوط لا أدري ماذا. مين قال لك هذا الكلام؟ مين؟ البعض يا رجل لا يقبل الانتقاد، فقط أنك تشير إلى الرئيس تبون فقط كان في روسيا، أنت وصلت إلى الخط الأحمر فينقلب 360 درجة. شو الكلام؟ مين قال لك احنا نريد الجيش الجزائري أن ينهار أو نريد أن؟ هذه خلاصاتك أنت عزيزتي في مخيلتك. عالجي نفسك مع التقدير والاحترام طبعا، عالجي طريقتك في فهم ما نقدم، وهذا ما أعنيه طبعا. أما قصة أنه نريد الجيش الجزائري، بالعكس، نحن نريد الجيوش العربية أن تكون عزيزة وكريمة في أوطانها وفي مساندة ودعم أمتها، أكان الجيش الجزائري أو الجيش المغربي أو الجيش التونسي أو كل الجيوش العربية، نريدها أن تكون عزيزة وسند لهذه الأمة، ولا نريد لها إلا كل الخير. صالح احنا اللي غدرتنا فرنسا هي اللي غدرتنا، الأموال خيالية. شكرا يا محمد بربك، أنت ما عندك كان قصة فرنسا، اليوم موضوعي روسيا وتل أبيب. يعني أنا لست موقن الآن لإطلاق الصواريخ على فرنسا، موضوعي ليس فرنسا اليوم. انت راك تقول بوتين يقدر، احنا فرنسا هي اللي قدرتنا. ليس موضوعي فرنسا، ليس موضوعي فرنسا، موضوع روسيا. اعطيني موقفك. يا صالح انا نقول لك بوتين حاشاه، فرنسا هي اللي قدرتنا. بوتين حاشاه. كيف حاشاه وهو يفتتح قنصلية في القدس يا رجل، هذه العاصمة الفلسطينية الموعودة. القدس خلاص الناس قاعده تفتح قنصلية يا صالح. شكرا لك محمد من الجزائر، أشكرك. أنت محمد من الجزائر ورئيسك روسيا الآن يعني تعلن يعني وافتتاح قنصلية في القدس. يا ريت الرئيس بوتين أو الرئيس تبون عفوا يعطي رأيه في هذا الموضوع، والجزائر دائما داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية كما تقول، فيا ريت الرئيس تبون يعني يعطي رأيه لرفيقه وأيضا حليفه بوتين، يقول له بأن هذه الخطوة غير محمودة وغير مقبولة عربيا حتى توضع النقاط على الحروف. عبد العظيم من الأردن يقول: أول دولة في العالم اعترفت بدولة إسرائيل هي روسيا، وأكثر دولة قتلت من المسلمين هي روسيا، وأكثر دولة تحارب المسلمين هي روسيا، فماذا تنتظر من هذه الدولة غير ذلك؟ وليست أفضل من أمريكا، ولكن السفارة لن تغير من الأمر شيء، وأبشرك بأن المستقبل الإسلام شاء من شاء وأبى من أبى. والكلام لعبد العظيم. محمد من الجزائر. اخي صالح، واش راك خويا صالح؟ لاباس؟ يا هلا بيك. يقولوا ان بوتين وتبون لا 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 لا، هذا بعيد كل البعد. سياره سياسيه اقتصاديه امور اخرى خارجه عن المجال، باش ما نغلطوش الناس وباش ما نكذبوش على الناس. مي قضيه القنصليه ولا السفاره انا مع بوتين يفتح واش يفتح في فلسطين باش يقهر اليهود هذو. هذه عقليه. شكرا لك عمار، اشكرك عمار من الجزائر. يعني يفتح قنصليه في القدس باش يقهر الاسرائيليين. يا راجل باش يرضيهم وباش يتقرب منهم، مش باش يقهرهم. لا ادري كيف البعض يفهم، لا ادري. على كل حال هذا البرنامج فيه يعني من مختلف الفئات والمستويات الثقافيه وحتى التعليميه. الجزائر اليوم بحاجه الى تمثال يدفع عليه الملايير. تمثال ويكون السيف تاعو بالليزر، يعني يكون فيه خصائص
يعني خصائص خاصه ويكون الاعلى هذا التمثال تاع ولايه وهران وتبدير المرايير في قضيه لا تهم الجزائريين. تكلم الرئيسي معين تبون قال لك والي وهران يوم الخميس وصلنا الغلاف المالي من اجل انجاز هذا التمثال. الاموال يعني قال ان الدراهم لحقتنا، يعني ان الاموال في الجيب. كان وزير الصحه من قبل قال لهم بصراحه العباره لما سئل لماذا لا الجزائر تستورد الادويه المبتكره لعلاج مرضى السرطان؟ قال لهم ما عندناش الفلوس، يعني انت من جهه ما عندكش الاموال لكن عندك الاموال لبناء تمثال بظرف قياسي، الميزانيه خصصت. تكلم الرئيسي معين تبون قال لك والي وهران يوم الخميس وصلنا الغلاف المالي من اجل انجاز هذا التمثال. لما خلقوا ازمه مع اسبانيا وهذا القضيه لا يتكلم عنها تقريبا احد. تعرفين بان الكثير من الادويه صارت قطعت كليا في السوق الجزائريه لانها كانت تستورد من اسبانيا، والنظام الجزائري لما فتح الازمه تقريبا حمقاء مع اسبانيا كثير من الادويه توقف استيرادها. نعم. المخدر الذي يستعمل من طرف اطباء الاسنان صار غير متوفر في السوق لانه نسبه كبيره تستورد من اسبانيا. نعم. هذه هي التبعات عدم اهتمام النظام الجزائري بمصير الجزائريين والاهتمام فقط بالتماثيل وبالامور الصوريه التي يحاولون التبيان بانهم قوه ضاربه، لكنهم قوه ضاربه في ضرب مصالح الشعب وفي ضرب صحه الان الجزائريين الذين لا يجدون الا مقابر التي تسمى مستشفيات. نعم. المنتخب الجزائري لكرة القدم النسوية حرم من المشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية دورة باريس 2024 بسبب خطأ إداري. طبعا وفقا لما أوردته مصادر إعلامية فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم نسي تسجيل المنتخب النسوي في التصفيات لدى الكاف، ما حرم السيدات الجزائر من المشاركة في التصفيات الأولمبية. تعليقك؟ رابطات منحرفة وتسيير منحرف لقطاع الرياضة كما هي بقية القطاعات، أنه تصل الدرجة إلى أنه نحن هنا لا نتكلم على أمر قال منافسة صغيرة قال منافسة إفريقية. هنا نتكلم هنا على الألعاب الأولمبية، الألعاب الأولمبية حدث رياضي عالمي حدث منذ عشرات السنوات، عنده أهمية كبيرة، فيه أهمية لصورة الجزائر، فيه أهمية أيضا بطبيعة الحال في الجانب الرياضي للرياضة النسوية لتعزيز المشاركة النسوية في الرياضات وخصوصا في كرة القدم النسوية في العالم كله. هؤلاء الأشخاص تم وضعهم من السلطات العليا في البلاد، وهذه هي نتيجة الانحدار في القرار السياسي، الانحدار في الكفاءات أيضا في كل المجالات، لأنه لو كانت هناك كفاءات طبيعي الحال لا تفوتهم قضية مثل هذه. الألعاب الأولمبية حدث لا يمكن أن تنساه، لا يمكن أنه مسؤول عنده ولو القليل من الكفاءة ينسى بأن هناك منتخب نسوي لكرة القدم يجب تسجيله في الألعاب الأولمبية. فهذه ليست إلا صورة أخرى عن الفشل في التسيير، عن الفشل الإداري، عن غياب الكفاءات كليا عند النظام الجزائري حتى في قطاع الرياضة. الشعب ما بقاش مهدد من الخارج كما قال خونا، هذه رسالة للمغرب. احنا مشكلتنا أنت يا نظام حب يكرهنا في بعضنا، يشوفنا نتحابوا لهنا ما يعجبوش الحق. شوفوا الشعب مسكين، مازلنا نمشيو الحليب في شكاره ما نحكي لكمش على الريحه تاعها تما تلمون، وروح الحق عليها. مازالوا يديروا دي كاميون وتروح انت دير لاشين ورا الكاميون نديرك لاجئ، يمرمدوا فيهم تمرميد. اهانه مش من اهانه، ما يهمناش. احنا يهمنا انه الصحافه تاعنا تمد انجازات ومجهودات وصوره جيده على الجزائر، ولازم هي اللي توقف وتدافع على واش؟ على الهجمات. واش من هجم؟ احنا في حرب حق احنا في نسيت تدافع في الصحافه للدفاع عن الجزائر، ثم هما داخلين في حرب والصحافه لازم معاهم تلتف. يا الشعب فيق هذا الغوال هذا اللي كلاونا كلاو البلاد وحبوا يزيدوا ياكلونا وعملوا لنا خاوتنا في البحر. والله يا خويا لطفي غير كامل ديابه، وتبون كي كان يهضر على الديب اللي حكم الخروف ويريق الى تشفى. هما كان ديابه على بالو باللي ما منهم معاه ديابه، على بالو كاع راهم يجريو على صوالحهم. يا الشعب راهو على بالو راهو مارق بيكم يا ديابه.
لو خلوا البلاد ترونكيل. شوفوا الناس كيغرقوا في قليعه وفوكه. شوف الى واحد فيهم يهبط للشعب يا خويا لطفي، والله الناس غير يغيظوا خويا لطفي. المراه مسكينه حامل معلقه في الشجره خويا لطفي. والله وين راكم يا ثيابه؟ علاه ما رحتوش الفوكه؟ علاه توروا روحكم غير في هذا تجوا غير هكذا قدام الصحافه وطاطا نديروا ما ديروا والو. نعرفوكم ديابه، نعرفوكم سراقين.